السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد، وإن شاء الله نشرح في الفيديو ده عن الباسيف انكم أو الدخل السلبي. طيب إيه هو الدخل السلبي؟ قبل ما نبدأ بس حابب أنوه عن حاجة. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات أول بأول. طيب إيه هو الدخل السلبي؟ الدخل السلبي هو معناه إنك بتتعب في الحاجة مرة واحدة بس، أو بتشتغل عليها مرة واحدة بس، والحاجة دي بتفضل تحقق لك ربح حتى لو انت نايم ما بتعملش حاجة. طيب مثلا ادينا مثال عن حاجة زي كده. في مثلا 3 حاجات انا جبت لك مثال عنه. في انت ممكن تعمل كورس. الكورس ده مثلا لو انت بتفهم في حاجة معينة، زي مثلا انك بتعلم الناس اللغة الانجليزية مثلا، او بتعلم الناس عن التجارة الالكترونية، او بتعلم الناس عن التسويق الالكتروني. اي حاجة انت بتعرف تعملها او متقنها، انت بتعمل الكورس ده وممكن تحقق منه ربح عن طريق انك ترفعه على النت، او في مواقع انا اقولك عليها دلوقتي بترفع الكورس بتاعك عليها، ولما بترفعه الناس بتشترك فيه وبيدفعوا لك عن طريق الموقع ده، وكمان ممكن يشتروه عن طريقك انت بس. هقولك طبعا على مراحل التسويق، او ازاي تسوق للكورس بتاعك او الحاجة اللي انت هتسوق لها ازاي برضه. بس كمل معايا الفيديو للاخر. ده بالنسبة للكورس. طبعا في مواقع انت ممكن تسوق له من خلالها، زي مثلا موقع يوديمي. ده ممكن ترفع عليه الكورس، ده موقع متخصص في الكورسات، ممكن ترفع عليه الكورس بتاعك. وطبعا هنا مثلا زي ما انت شايف بيبقى مكتوب فيه الأسعار. يعني مثلا هنا الكورس ب1199، هنا مثلا ب619. انت طبعا بتقدر الكورس بتاعك بيكون بكام، وبتسعر الحاجة بتاعتك دي. طبعا حاجة تانية انا هقولك عليها في فيديوهات تانية ان شاء الله. في موقع تاني كمان للكورسات اسمه سكيل شير. ده طبعا موقع انت ممكن تقدم عليه الكورس بتاعك، سواء كورس تسويق او كورس انيميشن او سوشيال ميديا او في الديزاين. ايا كان انت بتعرف تعمل ايه هتقدمه ككورس، هتسجله على فيديوهات وتقدمه ككورس. طبعا هقولك في طرق تانية انت بتسوق من خلالها، انا هقولك عليها طبعا ازاي. في مثلا حاجة تانية غير الكورسات، انت ممكن تعمل كتاب. ايا كان برضو ايه المجال اللي انت متخصص فيه، او ايه الحاجة اللي انت بتتقنها، انت ممكن تعمل كتاب وتقدر تبيعه وتسوق له والناس تشتريه منك. وانت اصلا ما يعني انت هتعمله مرة واحدة بس، والناس هتفضل تشتريه منك على طول، طول ما الكتاب موجود. تمام. كذلك برضو لو انت مثلا مبرمج، او مثلا تقدر تشتري من مبرمج او من مواقع معينة بتبيع برامج وتطبيقات. تقدر تشتري تطبيق او انت تعمل تطبيق لو انت مبرمج طبعا، وتبيع التطبيق ده للناس اللي هي محتاجاه. في مواقع طبعا متخصصة في كده زي موقع كود كانيون، وفي مواقع تانية متخصصة برضو في كده زي موقع سيل ماي اب. هبقى احط لكم الروابط في الكومنتات تحت او في الوصف. طيب تمام، انت دلوقتي عملت مثلا او قررت انك تعمل الحاجة دي او الحاجة دي او الحاجة كمان. انت ممكن تعمل الكورس وممكن تعمل الكتاب في نفس التخصص بتاعك، يعني مش لازم انك تعمل حاجة واحدة. تمام. دي بالنسبة للحاجة اللي هتجيب لك فلوس، سواء كورس او كتاب او تطبيق او ايا كان. انت ممكن تشوف افكار تانية. انا قلت لك على 3 حاجات انت ممكن تعمله. طيب تمام. بالنسبة لتسويق الكورس، انت ممكن تسوق عن طريق المواقع اللي انا قلت لك عليها دي، سواء سكيل شير او موقع يوديمي. طبعا مفيش استغناء طبعا عن مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والحاجات دي كلها انت لازم تسوق من عليها الكورس بتاعك. ودي طبعا حاجات مجانية،
ممكن تسوق بالمحتوى انك تعمل صفحة وتتكلم عن المحتوى، او المحتوى اللي انت قدمت من خلال قدمت من خلال الكورس ده، او المحتوى اللي الكورس بيتكلم عنه. تدي معلومات مجانية، وكده انت بتسوق عن طريق المحتوى. بتجمع ناس عندك وبتجذبهم وبتقول لهم معلومات مجانية، وبتقول لهم انك عندك كورس متخصص في المجال ده بيعلمك الحاجة من اولها لاخرها. تمام، ده برضو بالنسبة للكورس وبالنسبة للكتاب وبالنسبة للتطبيق. طبعا عندك مواقع تواصل اجتماعي كتير، انت ممكن تختار الانسب لبلدك واللي الناس موجودين عليه واللي المجتمع بتاع الحاجة اللي انت بتقدم فيها المحتوى بتاعك موجودين عليه بكترة. تمام، ده بس كده الفيديو بتاع النهاردة. وطبعا حابب انوه عن حاجة. لو انت معاك لغة غير اللغة العربية مثلا لو انت تقدر تقدم الكورس ده باللغة الانجليزية مثلا كمان، ده هيفتح معاك مجال اكتر وهتكسب فلوس اكتر، لان انت هتكسب زباين او عملاء من جميع انحاء العالم، لان اللغة الانجليزية طبعا مهمة وناس كتير بتتكلم بيها وناس كتير بتتعلم من خلال اللغة الانجليزية بالذات خاصة يعني. طبعا لو معاك لغات تانية انت ممكن تقدم الكورس بتاعك او الكتاب بتاعك او التطبيق بتاعك بكذا لغة، يعني مش شرط العربي بس، مش شرط الانجليش بس، مش شرط. يعني ممكن تقدمه بحيث انك تزود مصدر دخلك وتكسب فلوس اكتر. بس كده، ده اللي انا حابب انوه عنه. لو انت استفدت حاجة من اللي انا قلته ده، ممكن تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشيره مع اصحابك لو انت استفدت فعلا. ولو حابب ان احنا نتكلم عن حاجة معينة ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنحاول نتكلم عن الباسيف انكم اكتر، وهنتكلم ان شاء الله ازاي تعمل مشاريع في رمضان الجاي ده، لان رمضان كل عام وانتم بخير قرب. وان شاء الله هنتكلم عن مشاريع مهمة جدا انت ممكن تعملها في رمضان وتستغل الشهر الكريم انك تعمل فلوس فيه. بس كده، ويلا مع السلامة.